صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. حلقة النهارده هتكون قديمة بقى شوية، نرجع للفراعنة. النهارده هنتكلم عن لعنة الفراعنة. لعنة الفراعنة بتبقى ترمز لان واحد يا عيني بيزعج موميا فرعون او ساحر من سحرة الفراعنة. بيكون الموميا دهيت او صاحب الموميا دي عامل لعنة حوالين مقبرته، واللعنة دي ما بتفرقش ما بين واحد نيته طيبة زي عالم آثار او واحد زي حرامي آثار، ما بتفرقش. اللعنة دي بتكون مصاحبة دايما يا اما حظ سيء يا اما مرض يا اما موت، وفي الاغلب بتكون موت. ابتدت سير اللعنات دهيت سنة 1922 مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على ايد هوارد كارتر. اول ما اكتشف المقبرة دي لقى بردية مكتوب عليها: سيضرب الموت بجناحه السامين كل من يعكر صفو الملك. صريحة، الراجل ما كدبش فيها. ابتدت الحوادث تطلع بموت بعض العمال اللي كانوا بيحفروا لسه في اول المقبره، في مكان المقبره وما كانوش لسه لاقوها. واول ما وصلوا للمقبره حصلت عاصفه رمليه كبيره جدا، وشاهدوا فوقيها بعض الصخور الكتيره، ودي كانت رمز الانتقام من توت عنخ امون. بعد كده وصل اللورد كارنرفون، ده كان الممول الرسمي لاكتشاف المقبره، بس كان معاه عصفور ذهبي بيتفائل بيه جدا، كان حاطه في البلكونه في القفص بتاعه. اتفاجئ الخادم بتاعه ان القفص بتاع العصفور ده جواه افعى كبيره وعايزه تاكل العصفور. حاول الخادم ان هو يقتل الافعى، وبالفعل قتل الافعى بس ما لحقش العصفور. وده كان اول ضحيه من ضحايا اللي اكتشفوا المقبره ساعتها، العصفور. وبعد كده حصل عالم الآثار محمد زكريا توفى بحصبة غريبة جدا، ومحدش كان عارف كان سببها ايه ساعة ما عملوا حفلة ان هم اكتشفوا المقبرة دهيت. وبعد كده اللورد كارنرفون نفسه بنته توفت بحصبة محدش عارف سببها ايه. وبعد كده هو نفسه مات، وقالوا ان هو مات من قرصة ناموسة سامة، مش فاهمين دي ازاي، بس يلا مش مشكلة. وهنا العالم الفلكي لانسلان قال في الصحافة الفرنسية: لقد انتقم توت عنخ آمون. بعد توت عنخ آمون كان ليه بوق اكتشف معاه في المقبرة بتاعته، كان اسمه بوق الحرب. البوق دهوت لمجرد ان هو يتنفخ فيه كان معناها اندلاع الحرب في مصر، وكان ساعتها الجيش بيطلع يحارب عشان يحارب المعتدي. لكن سنة 1939 قناة البي بي سي في بريطانيا كانت عايزة تعمل حوار صحفي في الراديو عن البوق دهوت ويذيعوا حتة منه، وبالفعل أذاعوا حتة من البوق دهوت من العزف عليه. ولكن الغريب في الموضوع ان بعد 7 ايام من اذاعة صوت البوق ده اعلنت بريطانيا الحرب على المانيا في الحرب العالمية الاولى. نرجع تاني سنة 1967، كان في عالم آثار مصري بينظف البوق دهوت، وطلبت في دماغه ان هو يعزف على البوق، وبالفعل عزف على البوق. وبعديها حصل حرب النكسة. سنة 1990 كان عامل من عمال المتحف بيتفرج على البوق دهوت وحب ان هو يعزف عليه. بعديها بأيام قامت حرب الخليج. دكتور ساحر زي حواس اعلن بنفسه ان هو اتعزف على البوق دهوت في اخر 2010 عشان يوم 25 يناير في 2011 تقوم الثورة المعروفة وتقوم ثورات الربيع العربي في الوطن العربي كله. نبعد شوية عن توت عنخ آمون. سفينة تايتانيك، كلنا عارفين الفيلم المشهور لسفينة تايتانيك، وانها غرقت بسبب انها خبطت في جبل التلج. بس في قصة تانية عن سفينة تايتانيك مش كل الناس عارفاها. ابتدت القصة دي سنة 1910 لما اشترى دوغلاس موراي موميا لكاهنة للإله آمون رع من واحد مش مجهول المصدر، مش عارف هو مين، بس أول ما اشتراها سبحان الله الراجل ده مات. مش دوغلاس، لا، الراجل اشتراها منه. وبعديها بشوية لما حطها عنده دوغلاس موراي عمل حادثة غريبة جدا، حصل انفجار عنده في البيت اللي أدت ان دراعه اليمين اتقطع، وفي 2 من صحابه كانوا موجودين معاه ماتوا، وفي 2 من الختم بعديها بحدة ايام جالهم الحصبة وماتوا. قرر ساعتها دوغلاس موراي ان هو يتبرع بيها للمتحف البريطاني عشان يخلص من لعنتها بعد كل الحوادث اللي حصلت دي. 2 من عمال النقل وهما بينقلوها للمتحف حصل حادث غريب في العربية وماتوا. كل دي حوادث موت بطريقة غريبة حوالين الموميا دي احنا ما نعرفهاش، بس مش مشكلة.
دخلت المتحف البريطاني واتحطت في اوضه العرض ساعتها. عمال النظافه كانوا بياكدوا ان هم كل يوم بيسمعوا بالليل صويت ونحيب جاي من الاوضه دي، لازم هم كانوا بيخافوا يخشوا ينظفوها بالليل. وفي سايح لسوء حظه ان هو حاول ينظف، لقى شويه تراب كده على الموميا دي من فوق، راح جاي يحاول ينظف الازاز بتاعها من فوق، ما سلمش من اللعنه بتاعتها، وبنته توفت بعديها بايام. وهنا حصل ان مدير المتحف والمساعد بتاعه قرروا ان هم ينقلوا الموميا دهيت لسمعتها السيئه وكثره حوادث الموت اللي حواليها للمتحف التاريخي بنيويورك. بس قبل ما تحصل النقل جابوا عرافه اسمها هيلنا بليفينسكي، اسمها كان غريب شويه. العرافه ديت لمجرد دخولها قالت ان الموميا ديت لكاهنه وعليها شر كبير جدا، واي حد هيقرب منها هيصاب باللعنه بتاعتها. سبحان الله، مدير المتحف والمساعد عملوا حادث غريب في السكه ومات مدير المتحف. وهنا قرر الرجل الامريكي ان هو يتحدى اللعنه دي وينقلها بنفسه لنيويورك في السفينه المعروفه تايتانيك. وكلنا عارفين القصه اللي حصلت بعديها وازاي غرقت سفينه تايتانيك. حاجه تانية، ودي بقى ايه الكلام ده كله في التاريخ واحنا ما عندناش اي ادله صريحه عليه. طب نبص على الوصف، على العهد، على العصر الحالي اللي احنا فيه. في يوم 3/4 سنة 2021 قام الحكومة المصرية بنقل المومياوات بتاعتنا في مشهد رائع جذب أنظار العالم لمصر. بس تعالى كده بعديها بكام يوم نبص ايه اللي حصل. بعديها بكام يوم بالظبط حصل عاصفة غريبة جدا في قناة السويس عوجت مسار السفينة ايفرجرين، وحصل بعديها مصايب وخسارة كتيرة من بعد السفينة دي ما اتعوجت، لدرجة ان في دول كبيرة جت من العالم عشان تساعدنا في السفينة دي. بعديها شوية حصل ان قطرين دخلوا في بعض في المنيا، مش مشكلة. بعديها بكام يوم حصل انهيار مفاجئ لعقار من 10 ادوار في شارع عباس عقاد، مش مشكلة. وبعديها برضو بكام يوم حصل حريق كبير جدا في محطة قطار الزقازيق ادى ان هو حرق 7 محلات، برضو مش مشكلة. طب اخر حاجة انهيار السقالة بتاعت كوبري وسنا لوحدها، برضو مش مشكلة. احداث كتير وحاجات كتيرة بتحصل وموت كتير بيصاحب اي لعنة او اي نقل اي فرعون، واحنا مش متأكدين من لعنة الفراعنة لحد النهاردة. حد عنده اي معلومات عن لعنة الفراعنة، اي معلومات هي عبارة عن ايه، يشاركني في التعليقات وبكون مبسوط جدا بيها. ولو احتجتوا نتكلم في اي موضوع انا تحت امركم. وبس كده، السلام عليكم.